خبر مفرح في نهاية الفيديو، شاهدوا للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم وسام أبو علي هنا. آخر فترة كان في كلام كتير على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت وعلى التلفزيون وحاجات كتير حوالي اسمي. أنا عايز بس أقعد أوضح الأمور وأوضح كل حاجة من عندي أنا كوسام. وأولا طبعا أعتذر لجمهور نادي الأهلي، لرئيس نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، وللإدارة وللعيبة اللي عندي بالفرقة وأي حد ليه مكان في قلبي زي الجمهور، على الحاجات اللي انا التصرف اللي انا عملته طبعا، والحاجات اللي حصلت من ناحية وسام. انا مش عايز غير حب بيني وبين الجمهور وبين النادي وبين الإدارة. انا لي فترة موجود في مرحلة ضغوط أسرية شوية، وعملت حاجات وتصرفت بطريقة انا ممكن مش موافق عليها برضه، عشان دي انا ما بوافقش اي لعيب نادي في الاهلي يعمل كده، عشان ده نادي كبير، نادي عظيم، ده نادي كله حب وجماهيره حب. وعلاقتي بيني وبين النادي من اول يوم جميله جدا. هو النادي اللي النادي اللي طلعني لفوق فوق فوق. هو النادي، هو الجمهور اللي عملني ووصلني للمرحله دي، اللي خلتني يجيني فرصه احتراف، فرص انديه تانية، وصلني على موقف انه انا بقيت نجم في النادي الاهلي، مع النجوم اللي موجوده دي كلها. النادي اللي خلاني اداني احلى سنه ونص في حياتي لغايه دلوقتي يعني. كل ما امشي في الشارع واقابل الجمهور هنا في مصر، دي احلى ايام في حياتي طبعا. الاحساس ده خلاني اصلا اشتري بيت هنا في مصر، وامي وابويا واخواتي يجوا هنا مصر، يحسوا نفسهم في بلد التانية عندنا. فده طبعا عشان كده انا عايز اعتذر لجمهور تاني ولاداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وللعيبه، لو انا عملت حاجات مش كويسه ومش مش كلاعب نادي الاهلي ممنوع اعمل كده. فدي اول حاجه. تاني حاجه طبعا انا مشكور على الفتره كلها اللي انا قعدتها في النادي. دي احلى فتره في حياتي ممكن انا عديت عليها. من ماتش العين لاول دوري اكسبه، لاخد هداف الدوري، في الاخر يعني وفوق وتحت احنا الاهلي مع بعض. وانا حسيت بده كده. انا حسيت بفترات الصعبه اللي انا مرقت منها لما ما كنتش اجيب اجوان. الجمهور كان في ظهري وكان يسندني وساعدني تاني اوقف تاني على رجلي. ورحنا كاس العالم انديه ومعايا الثقه عشان الجمهور اداني الثقه تاني. والحمد لله طبعا انا مشكور جدا على الاحساس ده، وعلى الجمهور اللي يبقى في ظهري كل يوم، اللي كان معايا من اول يوم، ومع شعب فلسطين كله برضه. هو النادي الاهلي اللي خلاني ابقى من نجوم منتخب فلسطين. ودي شرف لي طبعا ان انا اقدر امثل منتخب كده وشعب في ظروف صعبه، ادي فرحه للجمهور لشعب فلسطين كله، انه انا بلعب بنادي كبير، نادي عظيم زي النادي الاهلي. دي طبعا من اكتر حاجات انا فخور منها، انه انا موجود في نادي هيقدر يرفع اسمي ويرفع اسم بلدي كده. انا اهم حاجه بالنسبه لي طبعا انه الناس تسامحني على الحاجات اللي انا عملتها. انا كنت تاني مضغوط في حاجات عائليه، وكنت مخضوض شويه من الموضوع كله. الموضوع كبر بين ايدي وانا ما كنتش عارف اتصرف ازاي، اعمل ايه. بس انا قاعد هنا وهو وسام، وعايز اتكلم في كلامي، وده الكلام اللي لازم يتسمع، ده الكلام الحقيقي. انا اي بيانات، اي كلام، اي حد طلع يتكلم في وسام ابو علي او موقف وسام ابو علي مع الاهلي، او الناس اللي عايزه تطلع تتكلم ضد الاهلي، انا مش مع الناس دول. عشان انا لعيب في نادي الاهلي. انا مشكور ومبسوط وفرحان جدا ان انا قضيت احلى فتره في حياتي هنا في النادي الاهلي. فاي حد هيطلع يتكلم ويستخدم اسم وسام ابو علي، ده مش صح، وانا مش موافق على الكلام ده. وانا طبعا مع النادي الاهلي، واي حد هيتكلم كلام وحش او كلام سلبي عن النادي الاهلي او جمهوره، انا مش موافق على الكلام ده. عشان النادي الاهلي وجمهوره هو اللي برضه في الاول والاخر اداني الفرصه. يعني 90% عاملني، يعني اداني الفرصه انه انا اوصل للموقف ده، احقق نتائج كويسه، العب ماتشات كويسه، اكسب بطولات، اكسب هداف دوري. دي من شان الجمهور ومن شان النادي. هو النادي كبير. نقطه تانية انا كمان عايز اتكلم فيها، طبعا مصر بلد جميله جدا والامن فيها كويس جدا. انا احلى فترات في حياتي قضيتها هنا في مصر. وامي وابويا واخواتي لما يجوا هنا مصر يقعدوا مبسوطين معايا وفرحانين جدا معايا.
وده اللي برضو تاني خلاني اشتري بيت هنا في مصر، واداني علاقة كويسة جدا مع الجمهور ومع الناس. بقى لي صحاب كتير جدا هنا في مصر، بقى لي بيت، بقى لي علاقات مش هنساها حياتي كلها. وطبعا انا ده احساس من احلى احساسات تحسها كوسام في حياتك، عشان دي بتخليك ان انت عايز تقعد في البلد دي، البلد اللي ادتك ممكن احلى سنة ونص في حياتك. وفي الاخر يعني هو الديل تم ولا الديل ما تمش، دي مش عند، دي توفيق من عند ربنا. انا بحترم اداره النادي، وانا عارف ان اداره النادي هياخدوا ظروف عائلتي وظروف اللي انا موجود فيها، وظروف اللي انا اللي اكلم فتره مع الاداره ومع الناس المحترمه اللي بالنادي بيها. وفي الاخر الموضوع بايدين ربنا. انا بس عايز اقول يعني الديل تم ولا ما تمش، انا مبسوط جدا ان انا جيت نادي الاهلي وموجود في نادي الاهلي، ودي احلى فتره قضيتها في حياتي. انا ما كنتش هروح كاس العالم انديه لو ما كنتش العب في نادي الاهلي. انا بقدر الحاجات دي كتير جدا، وبقدر كتير جدا انه انا اللي حطني قدام الدنيا كلها وقال لي وسام العب ووري امكانياتك ومهاراتك. ده نادي الاهلي، ده نادي الاهلي اللي اداني الفرصه دي. فانا عايز اشكر النادي على ده. وطبعا مهما يحصل انا بعشق نادي الاهلي، وانا مشكور جدا 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 للاداره، وهني طبعا يعني فوق دماغي. ونادي الاهلي اكبر نادي انا لعبت فيه في حياتي، وممكن يعني شرف لاي لاعب في الدنيا كلها يلعب في النادي الاهلي. مفاجأة مدوية أو في خبر مفرح جدا لجماهير نادي الأهلي: تم فسخ التعاقد مع نادي الأمريكي كولومبوس، وعودة وسام أبو علي للأهلي 3 مواسم متتالية.